الفرنسي يضرب بولندا بثلاثية مقابل هدف في مباراة قدم فيها أداء هجوميا مميزا، ولكنه اصطدم في البداية بدفاع بولندي منظم وفشل في استغلال بعض الكرات الهوائية وبعض الركنيات في تسجيل الأهداف نظرا لطول القامة عند اللاعبين البولنديين. ولكن التصدي الخرافي لهوغو لوريس الذي أبقى فرنسا في اللقاء أسهم في سيطرة فرنسية. فيما بعد شفنا فرنسا بتسجل الهدف الأول عن طريق كرة بينية وضعها تشاوميني لجيرو الذي أكملها في المرمى عشان يصبح جيرو الهداف التاريخي لفرنسا، متجاوزا بذلك تيري هنري. ومجموعة من اللاعبين الفرنسيين صراحة قدموا أداء مميز جدا، خاصة تشاوميني ورابيوت الذين أبدعوا على مستوى افتكاك الكرات في وسط الميدان، بالإضافة إلى تبادل المراكز بين عناصر الهجوم كل من مبابي وغريزمان وديمبلي الذي وظف مهارته في خدمة المجموعة، وأيضا مبابي الذي سرعته فعليا صنعت الفارق بشكل واضح جدا وتمكن من تسجيل هدفين بشكل خرافي عشان تتأهل فرنسا لمواجهة انجلترا في دور الثمانية. انجلترا اللي واجهت السنغال التي لم تحضر اللقاء، وكانت المباراة باتجاه واحد باستثناء النصف ساعة الأولى اللي حاولت السنغال تضغط فيها على انجلترا، ولكنها فشلت في تسجيل أي هدف عشان تنتظرنا قمة نارية في دور الثمانية بين انجلترا وفرنسا.